السلام عليكم. هل تتخيلوا ان دي حلاوة طحينية صحية؟ يعني ما فيهاش اي نوع من انواع السكر. ايوه، وبالجمال ده. ولكن ده لا يمنع ان احنا هنعمل في نفس الفيديو الحلاوة الطحينية العادية سواء بالمكسرات او السادة. واعتقد ان اكتر من كده الحلاوة مش محتاجة اي مقدمات. طيب لو هنعمل الحلاوة بتاعتنا بالمكسرات، حضرتك اختاري النوع المكسرات اللي حضرتك بتفضليه او المتوفر عندك، وهنبتدي ان احنا نجرشه جرش خشن بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وهحتفظ بيه على جنب. هنا بحط الاول المكونات الجافه وهي السكر البودره واللبن البودره، وبحط سنه فانيليا وممكن حضرتك تستغني عنها تماما. هقلب المكونات الجافه مع بعض، وفي المرحله دي هضيف المكسرات اللي احنا جرشناها من شويه، وهبتدي ان انا اقلبها بحيث ان هي تطلع في الاخر في الحلاوه كلها. هظبط بقى القوام عن طريق ايه؟ عن طريق الطحينه. والطحينه دي احنا عملناها مع بعض قبل كده، او تقدري برضو تستخدمي الجاهزه زي ما تحبي تماما. ومهما كنت يعني متاكده ان كميه الطحينه بتاعتك هي مثلا نص كوبايه على سبيل المثال، فما تحطيهاش كلها مره واحده، اظبطي بيها القوام، يعني نزليها بطريقه تدريجيه لغايه لما توصلي لشكل الحلاوه الطحينيه اللي هي مفتفته زي ما حضرتك شايفه كده شكلها في الفيديو بالظبط. ولكن لما اجي امسك حبه مع بعض يتماسكوا بالشكل ده كده كده، يبقى الحلاوه بتاعتي تمام. هحطها بقى في اي علبه انا حابه ان انا احط فيها الحلاوه بتاعتي. واهم حاجه هنا ان انا اضغط كويس قوي عشان لما اجي اقطعها تبقى قطعه واحده. هبتدي بقى ان انا اغطي الحلاوه بتاعتي واحطها في التلاجة حوالي مثلا ساعتين او 3 قبل الاستهلاك. طب لو انا حابه ان انا اعملها ساده، هل في اختلاف؟ لا، مفيش اختلاف. المكونات الجافه على بعض، وبرده لو حابه تستغني عن الفانيليا استغني عنها. وببتدي ان انا اظبط القوام عن طريق الطحينه. اهم حاجه عندي ان احنا نوصل للشكل اللي حضرتك شايفاه ده كده. طحينه على الرغم ان احنا مستخدمين نفس المقادير برضو اخدت مني هنا اقل حوالي معلقه، فعشان كده دايما ضيفي الطحينه بطريقه تدريجيه. وبرضو هغطي الحلاوه الطحينيه بتاعتي وهدخلها التلاجة شويه. نجد بقى الحفل بتاعنا النهارده اللي هي اللايت. انا حابه هنا ان انا اضيف المكسرات فقط على الوش بتاعها، فجرشت المكسرات جرش خشن واحطها في طبقه متساويه كده في القعر. وبعدين هبتدي بقى هنا بالمكونات السائله، لان هي الاكتر من المكونات الجافه، وهي الطحينه والعسل النحل. هدخلهم بقى كويس قوي مع بعض، وبرده رشه الفانيليا وممكن تستغني عنها تماما. وهبتدي ان انا اظبط القوام عن طريق الحليب البودره. هنا بقى الحليب البودره بتاعي خالي الدسم، برده لو حابه انك تخليها بقى يعني صحيه اكتر او السعرات الحراريه بتاعتها قليله، فخليكي في الحليب الخالي الدسم. هفضل بقى اضيف في الحليب البودره بطريقه تدريجيه لغايه لما شكل الحلاوه الطحينيه يبقى بالمنظر ده كده. برده لما اجي ان انا اضغطهم مع بعض تتضغط كويس قوي كده وتبقى يعني بالشكل ده. هتلاحظي هنا برده ان لونها يعني اغمق شويه من الحلاوه التانية، وده طبيعي جدا لان احنا هنا مستخدمين المكونات الاكتر لونها غامق. هبتدي بقى ان انا اكبسها كويس قوي في العلبه بتاعتي. ولو حابه في اي نوع من الثلاثه اللي احنا عملناهم دول انك تخلي السطح بتاعه شكله بيرفكت كده كانك شارياه من بره، امشي بس بظهر المعلقه هيخلي شكل الصوابع يختفي تماما. وهغطيها وهدخلها التلاجة. بعد مرور مثلا حوالي ساعتين او 3 انا طلعتهم. دي اللي هي اللايت، شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا متاكده انك لو جربتي دي اصلا مش هتعملي التانية تاني من كتر ما هي حلوه، وحرفيا ما تفرقيهاش اساسا عن الحلاوه العاديه. شايفين بقى كمان يعني لونها بالظبط زي اللي احنا بنشتريها من بره، وكمان لما تدوقوا طعم هتلاقوه فعلا حرفيا ما يتفرقش عن اللي احنا بنشتريها جاهزه. على الرغم يعني شيء بالشيء يذكر، الحلاوه الطحينيه اللي بتتباع في الاسواق مش بتتعمل بالتكنيك ده، يعني في المصانع بتتعمل بتكنيك اصعب من ده بكتير. طبعا مش هنقدر نعمله في البيت يعني بسهوله، مش اي حد هيعرف يعمله. فدي سهله بس في نفس الوقت هتديك النتيجه اللي حضرتك شايفاها. دي بقى اللي هي كانت بالمكسرات اللي في يعني مكسرات فيها كلها. تقدري كمان تبدعي وتضيفي مثلا كاكاو وتبقى بالشوكولاته، يعني مفيش احلى من كده. نجربوها.